السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل بطاطا بالكريم الكراميل. طبعا لو اول مرة تشوفيني، انا اسمي مروة خلاف وقناتي اسمها مطبخ ميرو. ما تنسينيش في لايك، واللي ما اشتركتش في القناة تشترك وتدوس على كلمة الكل عشان يوصلها كل جديد. طبعا بصوا، يعني انا حبيت ان انا اوريكم الفيديو كده. وصفة حلوة قوي 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 وسهلة جدا قوي خالص، ومش قادرة اوصف لكم كانت طعمها عامل ازاي. زي ما انتم ما شايفين كده، البطاطا بالكريم الكراميل متماسكة معانا جدا، وفي الخلاط هنعملها وسريعة جدا، وكانت حلوة قوي. ما تنسينيش في لايك ودعوة حلوة كده من قلبك. شايفة؟ بسم الله ما شاء الله، متماسكة وجميلة قوي. حابة تعمليها في علب او كبات كده اعمليها، بس انا عملتها في السنة دي. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول وهقولكوا هنعمل ايه. هنا معانا بطاطا، تمام، 5 حبايات بطاطا مقشراهم. هنقطعهم بقى زي ما انتم ما شايفين كده. طبعا احنا مقشرينها وغسلينها كويس. هنقطعها، وبعد ما نقطعها هنحطها في الحلة بتاعتنا دي، وبعد كده هنحط عليها شوية سكر صغيرة. اللي حابب يخليها مسكرة قوي يكتر بقى السكر ده اختياري يا جماعة. طبعا انا حطيت عليها كوباية مية، وهنحط شوية سكر. شوية السكر اللي احنا حطيناهم دوت مقدار قد ايه؟ ربع كوباية. لو انتي حباها مسكرة قوي يعني حطي نص بس. بصي، ربع كوباية بصراحة كانت حلوة، لان الكريم كراميل بتاعنا مسكر، فمش هتحتاجي بصراحة سكر زيادة، الا لو انتي بتحبي الحاجة المسكرة. طبعا هنا كنت بشوفها استوت ولا لا، كانت دخلت بصوا في السوا. طبعا نوطي عليها عشان خاطر تستوي معانا، يعني بلاش نكتر فيها المية عشان البطاطا ما تبقاش شاربة مية كتير. بصوا هنا كنت بشوفها وكانت استوت معانا زي ما انتم ما شايفين، وكنت بهرسها بالمعلقة. طبعا بقى هنعمل ايه هنا؟ بصوا بقى، عايزة اعرفكم حاجة. هنا كنت بصلي العصر وحطيت في الطبق اللبني ده شوية بندق في الميكرويف على اساس ان انا احمصهم. فدوست دقيقة ونص بالظبط. ابني الصغير انتهز الفرصة وانا بصلي راح مزود الدقايق بتاعت الميكرويف، فاتحرق معايا. فانا خدت ايه؟ اللي ما كانش محروق، واللي محروق ده طبعا انا رميته لانه كان ممرر يا جماعة. هنا بقى بصوا، جبنا البطاطا بتاعتنا حطيناها في الخلاط. هنحط واحدة فانيليا. طبعا انا جايبة الكريم كراميل سايب، مش جايبة اكياس. بصوا انا عايزة اوريكم بس ايه حاجة. بص انا جايبة سايب من اي محل مستلزمات حلويات هتجيبوه. الكيس ده يا جماعة 120 جرام تقريبا ب20 جنيه. بياخد قد ايه لبن؟ بياخد لتر لبن. طبعا هنفضي الكيس زي ما انتم شايفين كده. لو جبتي العبوات الجاهزة برضو بتاخد لتر لبن. هنحط بقى ايه لتر اللبن زي ما انتم شايفين. بلاش يا جماعة تكتروا السكر لاني هتكون مسكرة قوي. انا الكمية اللي انا عملتها دي وسكرها مظبوط جدا، ورغم كده كانت بالنسبة لي انا كانت مسكرة. بصوا هنضربها في الخلاط كويس. طبعا مش هنصفيها لان احنا ضربناها كويس، وهنرجع نفضيه في الحلة اللي كانت مطرحها البطاطا. طبعا بصوا بسم الله ما شاء الله. طبعا عشان الحاجة تطلع معاكي حلوة لازم تسمي الله وتذكري الله طول ما انتي واقفة، الحاجة هتطلع معاكي زي العسل. طبعا هنا بقى حابة تحطي مكسرات فيها وهي على النار كده حطي. حابة تحطي زبيب جوز هند عادي حطي برضو. بصوا انا كده ولعت عليها. طبعا هستنى مجرد ما هتغلي غلوة كده وهبدأ ان انا ايه اطفي عليها. شايفين القوام بتاعها حلو قوي قوي، وكانت طعمها جميلة جدا، ووصفة سهلة وسريعة بصراحة، وحاجة كده جميلة ترطب على القلب.
بصوا انا بوريكم ان هي بدأت ان هي تطلع فقاعات كده، فخلاص انا طفيت عليها. هنا بقى هنيجي بشوية البندق بتوعنا اللي كانوا محروقين دولت، اللي احنا نقينا منهم الحلوين، هنحطها في قاع الصينية بتاعتنا. وهنا حطيت شوية عين جمل، طبعا متاح عندك حطي، مش متاح حطي شوية سوداني، شوية زبيب، شوية جوز هند، برضو كل دوت هيبقى حلو قوي معاكي. تمام. بصوا انا بقى هحطهم كده. طبعا يا جماعة الكريم كراميل انا مش بحب اللي هو الكراميل بتاعه، لان بيبقى مسكر قوي، فانا مش بحبه. لو انتي حابة الكراميل، هاتي نص كوباية سكر وربع كوباية مية. الأول نص كوباية السكر دولت هننزلهم في طاسة أو صينية صغننة، ماشي. هنحطهم لحد ما نحس ان هو اتكرمل، وهنقلبه لحد لما يسيح معانا. ولما يسيح هننزل بربع كوباية المية، هندوبه معانا. يبقى كده خلاص عملنا ايه؟ الكراميل بتاعنا. طبعا اول ما تنزل بالمية هتحس ان هو متجمد، وبعد كده هيفك. انا مش بحب الكراميل يا جماعه، انا عملتها كده من غير كراميل. بصوا هنا طبعا انا صبيتها في الصينيه بتاعتي، وهندخلها بقى ايه التلاجة. هنا كنا طلعناها وهنبدا ان احنا نفككها. هنجيب صينيه فيها شويه ميه سخنه، وهنحط الصينيه في قلبها ان القعريه بتاعت الصينيه تفك معانا، ماشي. وبعد كده هنسلك من الحروف، وهننزل بقى في الصينيه بتاعتنا كده. بصوا انا كنت خايفه ان هي ما تتقلبش معايا، بس الحمد لله. بس معلومه يا جماعه، يا ريت تدهني الصينيه بتاعتك بفرشه زيت صغننه، مش هتحتاجي ان انت تحطي في ميه سخنه ولا تعملي اللي انا عملته ده. ودي كانت وصفه اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.